بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وحاجة بتوفر عليك الوقت في تربية الحمام. ازاي تعرف البيضة بتاعة الحمام فيها تخصيب ولا لا؟ يعني البيضة ان شاء الله هيبقى فيها جنين وهتطلع زغلول ولا لا في اول 3 ايام من البيض. ما انا ما اسيبش البيضة راقدة تحت البيضة، الحمامة راقدة على البيض وتقعد بالعشرين يوم على اساس ان انا استنى ان هي تطلع زغلول ولا لا. انا اعرفها بدري فاعرف الحق اعرف ان هي فيها زغلول ولا لا. فلو كده اشيل البيض من تحتها واكسره لو هو فاضي واخليها خلال اسبوع 5 ايام تبيض، يبقى انا وفرت على نفسي وقت. تعالوا معانا كده بالراحة نوروكم احنا هنعمله ايه. بصوا يا جماعة، أول حاجة احنا هنجيب كشاف موبايل. يعني ادي الايه الموبايل اهو، وفي مكان يكون مظلم شوية، يكون المكان يكون فيه نسبة ضلمة، ما يكونش مضيء يعني. وادي الكشاف اهو، وهبدأ ان شاء الله اجيب البيضة من تحت الحمام اهي. هجيب البيضة من تحت الحمام. بصوا يا جماعة، البيضة دي متباضة بالظبط بقالها 4 ايام اهي. ايه اللي بان معايا؟ بصوا شايفين النقطة الحمراء دي زي عش عنكبوت اهي. شايفين عش العنكبوت اهو، ده عش عنكبوت احمر. يعني بيبقى عروق حمراء في البيضة. العروق الحمراء اللي في البيضة اللي ظهرت معايا على كشاف الموبايل اهي، لو حضراتكم شايفين اهي، احاول اوضحها كده، دي تبقى البيضة مخصبة. الحكاية دي بتعملها بالظبط بعد 3 ايام من البيضة. من 3 ايام ل4 ايام تجيب البيضة وتحطها على كشاف الموبايل وتحطها وتشوفها. إن لقيت العروق الحمراء دي، الكرة الحمراء مع العروق دي، يبقى معناها ان شاء الله ان البيضة دي فيها زغلول. طب البيضة الفاضية بيبقى شكلها ايه؟ هجيب لك انا بيضة اهي. تحت الحمامة دي في بيضة فاضية اهي. بصوا كده يا جماعة، البيضة الفاضية اهي ادتني لون اصفر باهت، ما فيهوش اي حاجة اهي. البيضه دي والحمامه دي والحمامه دي بايضين في نفس الميعاد بالظبط ان شاء الله. يعني بايضين مع بعض. دي بقى لها 3 ايام والنهارده اليوم الرابع، ودي بيضه ال3 ايام وده اليوم الرابع. بصوا حضرتكم انا قربت اهو. بص ديت فاضيه ما فيهاش حاجه اهي. البيضه دي مدياني بيضه صفرة لون اصفر ما فيهوش اي حاجه خالص اهو. لون اصفر ديت ان شاء الله ديت بيضه فاضيه اهي. طب البيضه المليانه نرجع تاني اهي. البيضه المليانه اهي. في فرق يا جماعه. البيضه المليانه لو انتم مش شايفين اهي، البيضه المليانه المخصبه اللي فيها زغلول اهي، فيها نقطه حمراء كبيره ومعرقه معايا بالعروق الحمراء دي، معناها ان هو ده التخصيب في البيضه. اما البيضه الفاضيه اهي، بص البيضه الفاضيه ادتني لون اصفر عادي، فاضيه خالص ما فيهاش اي حاجه ولا عروق ولا اي حاجه. الحكايه دي هنحط البيض، يبقى انا اصبح دلوقتي ايه البيضه الحمراء، البيضه المليانه حطها تحت البيض ليه الحمامه بتاعتها خلاص هي مخصبه. ودي خلاص كده اقومها، ما ينفعش اهي. قومي خلاص، يبقى انا قومتها دي خلاص. ما اناش عايزك يا ستي، خلاص وفرتي وقت. انا كده وفرت وقت على نفسي. ليه بقى؟ انا ما افضلش ان انا سايب الحمامه راقده على البيض بال20 يوم وال21 يوم على الفاضي. يبقى انا يا جماعه ما اسيبش البيض تحت الحمامه بال21 يوم، وممكن ترقد عليه كمان اكتر من 21 يوم مستني الحمامه تطلع لي زغلول. لا، انا ابقى مربي ذكي. من بعد 3 ايام من البيضه ما تنباض، اجيب هو كشاف موبايل في مكان يكون مظلم شويه واحط البيضه عليه. ان البيضه طلعت معايا النقطه الحمراء والعروق اللي شبه عروق العنكبوت دي، ان شاء الله بنسبه كبيره بيضه مليانه مخصبه، اسيب الحمامه ايه نايمه عليها. لقيت البيضه مديان اللون الاصفر الباهت ما فيهاش اي عروق، اكسر البيضه دي على طول وارميها واقوم الحمامه من على البيض. خلاص انت كده دورك انتهى المره دي. واشوف المشكله دي مشكله ايه. مشكله ان الذكر ما خصبهاش كويس. يبقى كده ايه، الله يسهل لك يا ستي. خلال 4 ايام او 5 ايام، اسبوع بالكتير، يكون ربنا كرمها وتكون طلعت لي بيضه تانية، وبرضو اكشف عليها بنفس الوضع. دي برضو فنيات، يعني من فنيات تربيه الحمام. حاجه كويسه بيتعرفك ايه الموضوع بدري. لو حضراتكم استفدتوا من مقطع الفيديو ده، ادعوا لنا دعوه
خير إن شاء الله. أخوكم طاهر محمد صالح الشهير بأبو سلمى، والسلام عليكم ورحمة الله.